بالخمسة يا حبيبي، بالخمسة. الأهلي بيخلص النهاردة ماتشه مع حرس الحدود 5-0، وبعد خسارة نادي بيراميدز النهاردة من فاركو 3-2 ومكسب الأهلي النهاردة من حرس الحدود 5-0، الأهلي قدر يقلل فرق النقط ما بينه وما بين بيراميدز لنقطة واحدة بس. هيجي حد فزلوكة يقول لي يا دعاء انت نسيت ال3 نقط اللي هتتخصم من اخر الدوري من الاهلي علشان انسحابه من ماتش القمه اللي فات. اقول له يا استاذ فزلوكة انت مش متابع. ما تنساش قرار رابطه الانديه ان العقوبات اللي نزلت على النادي الاهلي بخصوص انسحابه من مباراه القمه كانت انه مهزوم من الزمالك وكده اتخصم منه ال3 نقط بتاعه الماتش ده، وانه هيتحمل العقوبات الماليه، وقالت ان ده وضع استثنائي ومش هيتخصم منه ال3 نقط بتاعه اخر الموسم. وان كنت نسيت هفكر، افتكر اللي حصل بعدها بالظبط لما مجلس اداره نادي الزمالك نزلت بيان وقالت ان ده ما ينفعش يحصل، وزي ما حصل مع انسحاب الزمالك انه اتخصم منه ال3 نقط بتاعه الماتش واتخصم منه ال3 نقط اخر الدوري يحصل في الاهلي. وافتكر بيان بيراميدز انه بقى خصم اصيل في الموضوع وانه كده هيتاثر في الدوري. وافتكر حازم امام وغيره اللي نزلوا على منصه اكس اللي ما كانش عاجبهم الموضوع وما كانش على هواهم، وخناقات كتير ومشاكل كتير حصلت بعد قرار رابطه الانديه. بس النهايه بتقول ايه؟ ان الاهلي مش هيتخصم منه ال3 نقط نهايه الموسم، وبكده حلم الدوري قرب قوي يا اهلي، وخلاص ما بينك وما بين الحلو تك. فبلاش فزلكه يا استاذ فزلوك وارضى بالامر الواقع. يلا يا اهلي واحنا وراك، وان شاء الله الدوري في الجزيره. وده اخر الكلام، سلام.